يعني عايز اعرف انا دلوقتي اللي طالعين يستظرفوا دول الميليشيات العراقيه، لما يقول لك خور عبد الله السالم مش خور عبد الله تبع البصره. ايه الاستعباط اللي انتوا فيه دي؟ انتوا مسوقوا الهبل في الجبل ولا ايه بالظبط؟ الناس ما يصلحوا العلاقات معاكم وانتم متنكين. يعني مش عارف ايه الافتراء بتاعكم يا عم، ده شغل مساعد وشغل فتن دي. يعني احنا المسلمين دوبنا ننهش ببعض. السودان خربت، سوريا خربت، ليبيا خربت، اليمن نفس الوضع. مش عارف انا ايه الوضع ده بالظبط. السعودية عليها مؤامرة، ومين ورا ده كله؟ قسما بالله مننا فينا دود المش منه فيه. يعني بعض الدول الخارجية اللي هي عميلة الخاينة اللي ما تبقى تضخ أموالها في أمريكا، هي المتآمرة تخرب الدول دي. الكويت عشان دولة حرة وماشية بما يرضي الله، ومش مش ما يتآمروا على حد من الدول العربية. فالميليشيات العراقية الفتن دي من مقتدى الصدر وما أدراك، وميليشيات إيرانية وشغل استعباط وشغل فوضى. طب وإيه هتعمل العراق؟ ولو حكت مع الكويت مصر عليه الطلاق ما هتسيب الكويت، لأن ده شغل استعباط. وإحنا ده غضب من ربنا، ولسه المسلمين ياما هيجي لهم غضب من ربنا. يعني مش عارفين إحنا الناس دول لما تشتري الموت هتشتريه عشان تقلب على التليفون تصدم. مفيش ترابط. الدول الإسلامية كلها مفككة تفكك، مفيش ترابط نهائيا، وزعلانين من الغلا والوباء. ده لسه القادم اللي جاي تقيل. ده هيجي براكين وهيجي زلازل عشان خاطر ربنا ما يقول اتعظوا يا عالم يا هود تعظوا. يعني مش قصة أموال. ومعروفين الدول اللي هم متآمرين وعايزين يخربوا الشرق الأوسط معروفين، يعني مش عايز أنطق سين وصاد، اللي هم ما يضخوا أموال وشغل موساد وشغل مخابرات لخرب الدول، وكله منسق مع الجماعة اللي ما يسموش، مش عايز أنطق الاسم. جيم بعد كده ميليشيات يحكوا لي مع الكويت. يا أخي أنت هتسوق الجبل في الهبل ولا إيه؟ قلنا العراق خلاص، العراق اتفككت، راح الزعيم صدام وشوارها اتقفل. دخل لي مقتدى الصدر ومش مقتدى الصدر وميليشيات شيعية ومش. يا عم الواحد ممكن تجيله جلطة. ده كان عدة ياسين اتقرت في الأمة الإسلامية كلها وهتعقب بيها الأيام دي. بان عليها 2025 دي وقعتها طين.